اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين معاكم رحاب صابر من قناه سابست فود. تعالي بقى هاتي شويه حليب وتعالي اقول لك هتطلعي منهم بصي كذا وصفه تحفه جدا. اول حاجه انا جبت 3 كيلو من الحليب، تمام. خدت 2 كيلو ورحت ماسكه الحله بتاعتي ورحت مدفيها بس على النار، ولعت عليها النار وطفيت وهي فاضيه، وجبت الفرن بتاعي برضو دفيته وولعت النار، بعد كده طفيت ورحت حاطه هنا 2 كيلو تمام من الحليب بس كده بدون اي اضافات وسبته. ايه اللي حصل بقى؟ طبعا الحليب راب سيبيه ليله او ليله ونص، في الصيف ليله، في الشتاء ليله ونص. اللي بيحصل بقى بصوا، طبعا القشطه اللي موجوده من فوق دي القمر دي، القشطه دي انا هبدا ان انا اخدها. طبعا الحليب ابتدى ان هو يتخسر ويتحول لجبنه. عايزه اقول لك بقى هلم القشطه، انا عندي شويه احطهم عليها. الكريمه دي بتبقى تحفه، تعملي منها فطير، تاكليها كده جنب مربى. عايزه اقول لك في كل احوالها تعملي بيها رز بلبن، رز معمر، تحفه جدا. دي القشطه لان انا مش عايزاه، عايزه استفاد بالجبنه، بتبقى قريش كده لايت صحيه تمام. وبصوا بقى الشرش اللي عندي ده، الشرش ده هعمل بيه دلوقتي شويه فينو وشويه معجنات، شويه بيتزا تحفه جدا. بصوا قرص الجبنه يا جماعه مكتمل ازاي لوحده، شايفين؟ بصي القشطه بتنفصل ازاي. انا هاخد القشطه دي اقوم مجمعاها في العلبه، والجبنه دي هحطها في شيشه ماشي تتصفى. حطي عليها اي تقل بطاطس، مثلا 5 كيلو بطاطس، حطيها في قلب شيشه واقفلي عليها مع رشه ملح، وحطي عليها مثلا 5 كيلو بطاطس او حاجه عشان يصفيها بسرعه. دي بديل للحصيره. والميه دي قلت لكم هعمل بيها اي معجنات، بجد طريقه جميله جدا. عايزه اقول لك بعد كده بمسك الجبنه اللي تتبقى بعد ما تتصفى، احطها كده زي ما هي كده، اقوم حاطه منها، بمسكها بالسكينه، اخد منها كل قطعه احطها في قلب كيس بلاستيك والف عليها واحطها في قلب علبه كبيره. العلبه دي بحط عليها معلقه كبيره من الملح اللهم صل على النبي، وبحط فيها قرنين فلفل من الحامي. عايز اقول لك بتتحول لجبنه دمياطي، بيبقى طعمها تحفه، وكل ما تبات في التلاجة بتبقى احلى واحلى. الكميه دي تتحط في التلاجة. طب لو مضاعفه كميه عامله 4 كيلو، لا شيلي بقى الجزء الباقي ده في الفريزر خلاص. انت بس سيبي 2 كيلو كده تحت يا دوبك، يعني ممكن يكفوا الاسبوع، بيبقى طعمها تحفه تمام عشان ما تغيرش معاكي. وعايز اقول لك انت لو قعدتيها في الفلفل وفي الملح، لو ضعفتي الكميه وقعدتيها في الفلفل وفي الملح برضو مش هيجرى لها حاجه، بالعكس طعمها هيحلو. يعني لو قدامك حل من الاتنين، يا اما تقعديها في الفلفل وفي الملح في التلاجة عادي، يا اما ترفعي جزء وتسيبي جزء. الحالتين بتبقى تحفه جدا. عايزه اقول لك كل ما بتقدم بيبقى طعمها احلى تمام. وجبت اللتر بقى، رحت مطلعه منه القشطه اللي انا وريتها لكم دي، غليته وسبته يبرد، ورحت مطلعه منه القشطه القمر دي تمام في التلاجة سيبيه ليله. وبعد كده عبيه بقى على ازايز، دخليه الفريزر بقى. حبه تعملي منه بشاميل، حبه تعملي منه مهلبيه، رز معمر، رز بلبن. بجد طريقه حلوه جدا. استفدنا من القشطه في نفس الوقت عملنا الجبنه بتاعتنا تمام. هنزل لكم صورتها في اخر الفيديو. عملنا الجبنه بتاعتنا واستفدنا من القشطه. بجد طريقه جميله جدا وتحفه، ويا رب تكونوا استفدتوا حاجه من الفيديو. باي باي.